السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ في برنامجكم كوره في الميزو. الفتره الجايه ان شاء الله قررنا ان احنا نبدا برنامج جديد معاكم، وهي برنامج قعده ديت احنا هنعمل منها 3 حلقات، تبقى قعده محليه، قعده انجليزيه، قعده اسبانيه. القعده المحليه هنتكلم فيها عن الدوري المحلي المصري بتاعنا او دوري ابطال افريقيا، الحاجات اللي هتبقى مخصوصه للفرق المصريه. القعده الانجليزيه هنتكلم فيها عن الدوري الانجليزي او كاس اي حاجه يعني ليها علاقه بانجلترا. والقعده الاسبانيه هتبقى برضه كذلك مختصه بالدوري الاسباني. زمن القعده هيبقى 10 دقائق ماكسيموم ربع ساعه، يعني مش هنطول عن كده. هنتناول فيه الملخصات بتاعت المطوشه، الحاجات اللي حصلت. ديت اول قعده معانا في القعده المحليه. هيبقى ضيفنا وضيف القعده المحليه او القعده المحليه هتبقى قايمه عليه استاذ يوسف رشيد. عامل ايه؟ كويس. ايه الاخبار؟ كله تمام. شفت الدوري المصري، بدايه الدوري المصري؟ اتفرجت على المطوشه؟ ايه رايك في الانطباع الاول يعني؟ مفيش كوره لسه. شفت ماتش بيراميدز وادي دجله؟ بيراميدز وادي دجله خلص 0-0. شفت الماتش دوت كله اوتات. كان في طردين. مفيش كوره. هو ما كانش فعلا في كوره، يعني كان ماتش ميت. طرد حصل مستحق من الدقيقه 17 قلب موازين بيراميدز ما كانتش بتلعب كوره، ما كانتش مركزه. كانت هدفها الاول بيراميدز ان هي تطلع من الماتش دوت من غير ما تستقبل اهداف. وادي دجله صعب على المأموريه من نفسه. انا الحاجه الكويسه ان وادي دجله عنده بوادر الكوره. متفق معايا في الموضوع ده؟ فرقه كويسه وادي دجله. يعني وادي دجله كفرقه السيزون دوت فرقه كويسه قوي، لعبت حلو قدام بيراميدز، اتمسكت. هي بتعتمد على الشباب والناس دي. اتمسكت قدام بيراميدز الصراحه، يعني فرقه طالعه من دوري درجه ثانيه تلعب قدام بيراميدز سكواد كامل بالمنظر دوت والجراءه ديت. المدرب بتاعهم عنده 30 سنه. ايوه هو 3/4 شباب. يعني ما شفتش لعيب اللي هو الكبير قوي. حارس بس عنده 30. بس بونجا الله يرحمه هو اللي كان الحارس الاساسي، بس هو دوت بقى اللي نزل. قمه بقى الجوله الاولى بالنسبه لي ماتش المصري والاتحاد. ماتش ليه جماهيريه تقيله، قاعده شعبيه تقيله، الفرقتين جماهيريتين. ولا ولا حاجه عادي يعني. ماشي، بس بتتكلم في دوري بلدك ان هما فرقتين تقال ليهم جماهير. المصري قصى على الاتحاد الصراحه. شايف ايه الاتحاد من السيزون اللي فات او من النص الثاني من السيزون اللي فات الاتحاد واقع. اول جونين للمصري غلطتين جنش. ما جنش دوت كمان يعني. هو جنش السبب اول جونين. الثالثه صعبه الصراحه. لا الثالثه صح. عمر الساعي الصراحه اللي اتظلم، انفجر في اول ماتش نص الملعب، كوره رقص واحد والتاني حطها بليسنج في البعيده، جون عالمي الصراحه. شايف الاتحاد هيبقى عامل ايه السيزون دوت من البوادر كل سنه يعني نص جدول. انا خايف على الاتحاد من الهبوط السيزون دوت كمان. ما جابوش حد السيزون دوت، ما عملوش صفقات تقيله، ما فيش لعيبه اللي هي تبدا بيهم. جنش يعني انت جايبه خلاص وهو بيشطب كوره، ف مش شايف ان الاتحاد كفرقه هتقدر تنافس في الدوري دوت، هتبقى حتى من السبعه الكبار ولا 10. سيراميكا وبيراميدز، سيراميكا والزمالك. شفت ازاي بقى؟ بما انك زملكاوي، بس مش عايزين نتكلم بما انك زملكاوي، عايزين نتكلم بحق ربنا. علي ماهر من ناحيتين. علي ماهر وسيراميكا. شفت سيراميكا ازاي في ماتش الزمالك؟ هي نازله من اول ماتش بتهاجم وهو مقفل من ورا، بيضغط من قدام بس على الزمالك، مستني غلطه يعني. طريقه علي ماهر المعتاده. هو مدرب يعني كفير اللي بتاع الزمالك الجاي ده بيحب يبدا من تحت. انا لاحظتها في ماتش صبحي. أيوة. ما بيطفش ولا كوره. بيبدا من تحت. بيلدينج. فهو علي ماهر كان معتمد ان هو يقطع من تحت، بيضغط من قدام عشان يقطع، فاهم، يستغل غلطات الزمالك، بس ده ما حصلش فعلا. لان هو الزمالك عنده كواليتي دلوقتي كمدافعين، لعيبه بتعرف تلعب برجليها كويس قوي. حسام عبد المجيد، الونش، محمود بنتايك،
عمر جابر، عمر جابر، محمد إسماعيل. محمد شحاته صراحه نجم الزمالك القادم بلا منازع. ان شاء الله. انت شايف محمد شحاته دوت هيبقى لسه قدامه كتير قوي ان شاء الله المستقبل ده. ما هو دوت المستقبل. انا بكلمك بقى في كده، هل محمد شحاته هيستمر مع الزمالك؟ هل هتلاقي طبعا. تجربه احترافيه بره يطلع بره الزمالك؟ ان شاء الله يكمل. دونجا السلام عليكم. انهم جدع شبحات. بس لعب كويس دونجا. لا. والله بمقارنه بالموسم اللي فات انا شايف ان دونجا يعني دونجا اكتر لعيب في الزمالك ما عندوش اساسيات كوره، مفيش اساسيات. هي في لعيبه كتير عدت على الزمالك وعلى الاهلي من غير اساسيات. انا كان دلوقتي اكتر لعيب في الزمالك مفيش عنده اساسيات دونجا. هو دونجا صح، ولا بيستلم، عندك حق، ولا بيسلم ولا بيعمل اي حاجه. مظبوط. هو يتزحلق على الكوره يطلعها اوت جرينتا. الجونين بتوع الزمالك، او قبل ما نيجي الجونين بتوع الزمالك، كرة حسين السيد اللي كانت لما ماتش 0-0 لا اتحطت في العارضه ديت، كانت الكرة ديت كان ممكن تفرق كتير قوي. فخري لقاي او فخري لقاي الكرة اتحطت في العارضه ديت. الكرة ديت لو دخلت كانت هتغير الماتش كانت خالص. هتفرق. كانت هتغير الماتش. كنت اعتقد ان الزمالك ما كانش هيقدر يرجع ويجيب الجونين دول. كان علي ماهر هيقفل التقفيله بتاعته اللي بيقفلها كل ماتش. بس هو نوعا ما الحظ اتعاطف مع الزمالك الماتش دوت. بس الصراحه سيراميكا فرقه محترمه قوي 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 قوي. علي ماهر مدرب محترم، يعني من اعظم المدربين اللي بيدربوا في الدوري المصري الصراحه، لازم ياخد حقه. نيجي بقى نطوش النهارده. كان عندنا زد والمقاولين، خلص 2-0. استحواذ لزد مع ماتش سهل لزد. زد برضه من الفرق اللي طلعت السيزون اللي فات، عامل سيزون محترم قوي قوي قوي، فرقه محترمه، لعيبه جايبه كميه لعيبه يعني. بس انا خايف على زد بعد ما راحوا وباعوا العش للاهلي، وباعوا المدافع الثاني اسماعيل محمد اسماعيل للزمالك. فانا شايف انه هل زد هتقدر برضه تنافس كقوه زي السيزون اللي فات؟ هي اخرها سادس برضه او سابع خامس كده يعني تروحوا لمجموعه البطوله. اكيد يعني. انا شايف ان يعني زد مش هتنزل تحت في الهبوط يعني. مش حاسسها هتكمل شبه السيزون اللي فات الصراحه. حاسس ان زد هيحصل لها داون. الفرق اللي بتبقى في الفرق مجموعه الصعود بتاعت البطوله بتبقى معروفه يعني بنسبه كبيره يعني. بس انا حاسس برضه ان زد السيزون دوت خصوصا انا حاسسها مش هتبقى هي في اول 7. حاسسها هيحصل لهم داون جريد باللعيبه اللي هم قعدوا يبيعوا وما اشتروش حد، ما عوضوش الغيابات اللي هتبقى عندهم، فمع وجود ممكن اصابات هتفرق معاهم. ممكن. طلع الجيش وسموحه ماتش على الهادي. ماتش من ناحيه واحده من سموحه الصراحه، مستحوذه عامله كل حاجه في الماتش، بس في الاخر اتعادلوا 1-1 يعني. هو طلع الجيش برضه تحسها عارف اللي هي الفرقه اللي هي جايه اتعادل معاكم، انا جاي ابوظ لكم شكل الدوري، فاهم؟ اللي هو لا بتهبط ولا بتصعد ولا هي عارف شبه كريستال بالاس كده في الدوري الانجليزي، مركز 10 11. ايوه هي فرقه كده اللي انا راح اكسب الكام فرقه اللي تحت دولت مع الكام فرقه اللي فوق بقى كام تعادل ايوه مش عارف ايه، اخلص 10 11 اللي هو الحته دي. وطلع الجيش ما عندهاش كوره يعني، الصراحه اكتر فرقه ممله ممكن تتفرج عليها هي وانبي يعني، مع احترامي للجميع يعني، بس الصراحه اكتر فرقتين مع احترامنا للانابيب اكتر فرقتين ما تحبش تتفرج عليهم. اخر ماتش النهارده يعني، الجوله لسه مكمله بكره بس احنا النهارده السبت، الاهلي ومودرن فيوتشر. بص تبدا ولا من ناحيه دي؟ اتكلم من ناحيه ايه؟ شفت الماتش ازاي؟ الصفقات الاهلي الجديده، شكل الاهلي الجديد. هو الشوط الاول برضه ما فيهوش كوره يعني، كان كله بيقع كل 5 دقايق، لعيب بيقع في اتصاب، اللعيب بيضيع وقت. فالشوط الاول ما فيهوش كوره يعني حقيقه. انا هسيبك من الشوط الاول. الشوط الثاني بقى بدا يعني الفيوتشر يهاجم شويه، بعد كده الاهلي يرد، فاهم؟ الماتش بقى راح جاي ما بين الفرقتين بس برضه لحد بقى ما جابت شايف ايه؟ شايف ان الاهلي والصفقات والاسماء اللي عنده هو في الاخر ما فيش 20% من القوه اللي الاهلي اللي انت بتتكلم عليها. انت في الاخر انت 3 اجوان من الاربعه اللي جم كور ثابته. جون الاهلي كور ثابته، جون لعب مفتوح لحسام حسن، الجون الثاني من علي فيل برضو كره ثابته كورنر، ومن الناحيه الثانيه احمد رضا وياسين مرعي. فانت بتتكلم انه معلش مع احترامي للاهلي، لما في الاخر الديفندر والمدافع هم اللي يجيبوا لك الجونين ويتعادلوا معاك في ظل الهجوم الكاسح اللي عندك وما تقدرش تستخدمه،
هل دوت بقى لسه اول ماتش اللعيبه ديت ما لعبتش مع بعض؟ بس اللعيبه ديت لعبت مع بعض في كاس العالم. لعب كاس العالم ولعب ودي ولعب كل حاجه. يعني يلعبوا 3-4 ماتشات مع بعض. قول القوام الاساسي دوت لعب 3-4 ماتشات مع بعض. هل انت شايف ان امام عاشور فعلا هو اللي فرق مع الاهلي، وهو دوت القوه الضربه للاهلي، مع احترامي لجميع الاسامي، بس علي امام عاشور هو اللي محرك الاهلي؟ هو اللي شايل الاهلي، مش هو اللي محرك الاهلي، هو اللي شايل الاهلي. يعني هو المفتاح اللعب للاهلي يعتبر في الوقت الحالي، مفتاح اللعب وجوان وكل حاجه. بقول لك يعني انا شايف ان امام عاشور، ويعني دي يعني حاجه حلوه ووحشه في نفس الوقت، انك انت مثلا لاعب نص ملعب بيعمل لك كل حاجه، فدي الصفقه جامده قوي، بس في الاخر انت مع احترامي مع كل الاسامي اللي انت جايبها ديت، انت من غير امام عاشور لو مثلا لا قدر الله اتصاب اصابه طويله شويه، ولا اخد استبعاد طرد مش عارف انت هتلوص، ما دوت مش شكل فرقه عايز تاخد الدوري، او فرقه شكل فرقه مش هتنافس حتى على الدوري، مش هتنافس على دوري الابطال، مش هتنافس على على كل البطولات الكتيره اللي الاهلي بيلعب فيها. ده لسه في افريقيا هتتلعب، ولسه في تصفيات كاس عالم، ولسه في كاس عالم. هو ريبيرو ده شكله تعبان الصراحه. انا الصراحه ما تقدرش تحكم على مدرب برضه من الاول خالص. بس اشرف هو لعب، ماشي هو لعب، بس برضه ما لعب 6 ماتشات، ما تحكمش عليه برضه. لعب 6 ماتشات، ما هو كاس العالم برضه ما تحكمش عليه. يعني هو لعب ماتش فاركو الاخير في الدوري، كان عماد النحاس يعني برضه هو اللي كان هو برضه اللي ماسك، بعد كده راح لعب 3 ماتشات، فات 4 ماتشات. المصري اللي كانت بتلعب انتر ميامي كانت تكسبها والله. لا رشيد، لا رشيد يعني مش الدرجات دي يعني. انا مقتنع كده والله. ماشي، انا شايف ان المصري لو كان بيلعب مثلا انتر ميامي في الماتش ده والله كان هيكسب مستريح. دي حاجه ترجع لك، بس انا شايف انه يعني المدرب لسه ما تقيموش دلوقتي. بس انا سيبك من المدرب مع كامل احترامي للمدرب، بس انت كلاعيبه يعني زيزو ماشي النهارده، اشتغل شويه، عمل لك العرضيات، كانت ديت الحاجه ناقصه الاهلي من بعد علي معلول من ساعه ما اتصاب ما كانش الكورنرات بتترفع، ما كانش الضربات الحره كويسه مظبوطه. انا اتفرجت على حد الدقيقه 70 كده والدقيقه 60 قبل ما انت تكلمني. عمل تبديله مستفزه قوي اقسم بالله، طلع محمد شكري ده اقسم بالله عمل ماتش جامد، الباك الشمال عرضياته احسن من علي معلول. لا هو مش درجه احسن من علي معلول، بيعمل عرضيات جامده ماشي، احسن من يحيى. عارف العرضيات بتاعت اوروبا اللي بتتلعب لقدام دي؟ ايوه بيعملها هي ماشي بالله. على فكره هو كان بيعملها مع سيراميكا السنه اللي فاتت برضه، ما هو سبب من اسباب ان الاهلي يشتريه. الشوط الثاني مطلعه منزل كريم فؤاد. ماشي ليه؟ طب قول لي ايه السبب؟ ليه؟ لياقه بدنيه، ممكن اللياقه البدنيه بتاعته مش قادر يلعب 90 دقيقه. الراجل بيلعب ومطلع كل حاجه. ماشي خايف عليه من الاجهاد، خايف عليه من الاجهاد. مش عارف الصراحه. هو يعني ليه وجهه نظر تحترم، بس انا بتكلم انك كلاعيبه انت في الاخر ما عملتش تريزيجيه مع كامل احترامي تريزيجيه، انت جاي برضه مع بن شرقي يلعب عليه مستريح اقسم بالله. يعني بن شرقي صراحه شايفه عنده المهاره وعنده الحاجات، يعني مع احترامي تريزيجيه طبعا، مع احترامي لعيب كبير قوي، بس تشكر تريزيجيه لعيب كبير وليك اسمك وشخصيتك، بس يعني بن شرقي ما لعبش، نزل على اخر 10 دقايق يعني ما بداش بيه، بدا بتريزيجيه. انا شايف ان تريزيجيه يعني ما اعرفش. بس كده كان يبقى خلصنا ملخصنا عن اللي اتلعب من الجوله الاولى لحد ماتش الاهلي يوم السبت. لسه الجوله هتتلعب بكره ان شاء الله باذن الله، هنبقى قاعدين معاكم، لان هيبقى فيه كمان برنامج ان شاء الله، هتبقى قعده الخميس. قعده الخميس ديت هنبقى نتكلم فيها عن الحاجات اللي فاتتنا، عن دوري الابطال، عن الفانتازي، عن اي حاجه احنا عايزين نتكلم فيها عن قعده الخميس ديت. فان شاء الله قعده الخميس الجايه هنتكلم فيها عن باقي الدوري المصري، شكل ترتيب الدوري المصري، اللي هنتكلم الدوري الانجليزي، شايفين ايه الدوري الانجليزي. وان شاء الله استنونا فيديو جاي بعد الحلقه ديت ان شاء الله عن الفانتازي. بس كده، ما تنسوش تعملوا لنا لايك، سبسكرايب. سلام.